السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي عزيزاتي، أهلا وسهلا بكم ومرحبا. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير وعلى خير؟ كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير وصحة جيدة. سمحوا لي البارح ما هبطتش معكم الفيديو، الصراحة كنت مريضة شوية. هادشي اللي كاين، ضربني شوية البرد وصافي. هذا ما كان، وقلت اليوم مع ما كاينش يعني ما كاينش البياس اللي غنخدم ونهبط معكم. صافي وقفت شويه على باش نرتاح. قلت حتى عاوتاني واحد اليومين ان شاء الله ربي، مع دابا عارفين جايه لنا القاد، الانسان كيعد يصاوب شويه الحليوه شويه هذا. قلت لي ما انا نصاوب معكم واحد الصابلي، نهار جديد وفيديو جديد وكنتمنىكم يتقبل الله منكم الصيام والقيام. الاخوان الاخوات كيف ما كتشوفوا معايا غنقدمكم واحد الصابلي ساهل واقتصادي وشنقول لكم روعه في المذاق وساهل بزاف. انا ما غنوريكمش كيفاش غنخلطوا داكشي، غنوريكم المقادير لان سبق خلطت العجينه مع الوقت ضيق. هادشي اللي كاين. المره الجايه ان شاء الله نوريكم كيفاش غادي نخلطوه. لكن كلشي كيعرف يخلط الحلوى من طبيعه الحال، ما يمكنش ما يعني السيدات تبارك الله عليهم ولا الاخوان حتى هما اللي خدامين كيديروا هذاك الشيء، عندهم المشروع ديال الصابلي من طبيعه الحال راه ديما. بسم الله، نبداو على بركه الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كثرت عليكم الهضره، وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما. نبداو على بركه الله. المقادير: اول حاجه عندنا واحد بيضه، عندنا واحد بيضه، عندنا 150 غرام د الزبده د اللذة. المهم نتوما كيبقى لكم اختيار، انا كنستعمل اللذة اي نوع بغيتو. 150 غرام، 150 غرام سنيده السكر. الا كان غليظ شويه حاولوا انكم ترحيوه شويه في الماكينه باش يذوبكم دغيا مع الزبده هذا بحراره غرفه المطبخ من طبيعه الحال. قلنا البيضه، عندنا واحد المعلقه د الكونفيتور، معلقه كونفيتور. عقلوا انا درت ديال الفريز، بغيتو ديروا ديال الخوخ على حسب ديك السايله. عندنا نص باكيه ديال الخماره، كنعمل غير نص باكيه باش ما تنفخش بزاف. عندنا الكوك كنديروا غير واحد شويه، واحد 3 ولا 4 المعالق ديال الكوك. صافي هذا غنخليوه باش نزينوا به الحلوى. عندنا بالنسبه للمراشم انا غنستعمل هذا. كاين كيما بغيتو تستعملوا هادو زوينين حتى هما كما كتشوفوا معايا، الرشيمات زوينين. كاين هادو اللي الا بغيتو تصاوبوها بالكونفيتور، كتصاوبوا وحده مغلوقه ووحده مفتوحه كما كتشوفوا معايا. راه كيخرج اكثر من 100 حبه تبارك الله، يعني فاش كتجمعوها كتولي 50 حبه ولا اكثر من طبيعه الحال. بسم الله، نبداو على بركه الله. كما قلت لكم انا خلطت العجينه. اول حاجه تخلطوا الزبده مع سنيده، غتخلطوا مزيان باطراف ديال الاصابع، ماشي هكا، اطراف ديال الاصابع هكا حتى كتذوب مزيان كتندمج. من بعد كنضيفوا البيضه اللي عندنا، من بعد كنضيفوا ملعقه ديال الكونفيتور. انا قلت لكم عندكم اختيار، بغيتو الخوخ بغيتو اللي بغيتو، انا كيعجبني هذا المذاق الفريز. صافي واحد الفاني باش كيعطيها واحد المذاق زوين تبارك الله. شنقول لكم واحد المذاق روعه. بالنسبه للعجينه ها هي عندي انا اصلا جمعتها، يعني بغيت ندير معكم المقادير. بالنسبه للدقيق 4 الكؤوس، كتهز 4 الكؤوس ديال العنبه. المهم الا بقى خصكم شويه على حسب، كاين بعض المرات الدقيق كيكون فهمتي على حسب الدقيق، ما يعني تكون رطبه كما كتشوفوا معايا. الزرعه كتجي رطبه. درت وحده في البيض وحده خلطتها البنات بهذيك الشوكولا عبره ديال ايديال ديال الشاصيات. جوج دخلت هنا فيها جوجات كيف ما كتشوفوا معايا. بغيت نديرها على هذا الشكل هذا. بسم الله، نبداو على بركه الله. اول حاجه انا ما غنديرهاش بهذا الطابع، انا غادي نديرها بهذا الطابع هذا. لكن كيفاش غنديروها؟ غادي الحاجه اللي غنديرو هو حنا غادي نكورو كويرات ونحطوهم هي صغيورين، سمعتوا؟ هي صغيورين بحال هكا، شفتوهم بحال هكا. كنديروهم على هذا القياس هذا، شويه بحال البرقيقات صغيورين بحال هكا. وكنجيبوا هذا دائما يكون الدقيق حداكم باش ما يلصق لكم شي هذا سميتو. كنديروا بحال هكا. ها نتوما كيفاش كتجي، شفتوا؟
كتجي صغيره مزيونه وحلوه. فينا كتجي نديروها في الطاوه ديالنا كما كتشوفوا. انا حتى كنكور مزيان، نكورو كامل عادي حتى كنحطو هكا كيف ما كتشوفوا معايا. كيجيو صغيورين ومزيونين وروعه. هكذا غنبقى نشكل كويرات صغيورين هكا، نديرو قياس كما قلت لكم على هذا الشكل هذا. هي تبارك الله راه كتولي كبيره اللي ها نتوما قد هذه. ندير غير كويرات، ندير كويرات نديرو على سطح العمل بحال هكا كيف ما كتشوفوا معايا. كنكوروهم بهذه الطريقه هذه، هي صغيورين. ها نتوما عينكم ميزانكم باش يجيوكم الكويرات هما هادوك هكذا كما قلت لكم صغارين. نشكلوهم بهذه الطريقه هذه كاملين، وديك الساعه نجيو نطبعوهم بهذاك الطابع باش يكونوا ها نتوما. غير ديروا القياس اللي عينكم ميزانكم، راه غتمشيو على قياس واحد. ها نتوما كيف ما كتشوفوا معايا، راه الانسان فاش كتكون عجينه في يدو كيعرف كيفاش يلعب بها من طبيعه الحال، يعني كيفاش يقد يدو. كيجي كويرات قد بعضياتهم. ها نتوما الحجم ديال العنيبه، ماشي الحجم ديال العنيبه. هكا كنبقاو نشكلوا بهاد الكويرات بحال هكا. حنا غاديين كما شفتوا معايا هكذا. شكلوا عاود هاد النوع هذا اللي بالشوكولا، صيقوني كتجي غزاله في المذاق. فنه كتجي فوالا، كتجي فنه. شفتوا معايا هكذا. هانتوما عاود بحال هكذا الطريقه هذه صغيورين كيجيو بحال العنيبه. عندك صار العنيبه شويه، كاين داك العنب الكبير كيجي بحال هيداك. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا. اش كيبان لكم ولا والو؟ هكذا الصراحه كيجيو مزيونين كما قلت لكم. حاولوا انكم تقدوا الا شفتوا شي وحده زايده شويه زيدوا في هذه، نقصوا من هذه باش تجيكم هي هذاك. هكذا كنبقاو. حاولوا انكم تغطيو العجينه باش ما صافي. دابا كما قلت لكم كنشدوا بحال هكذا، كنعملوا هنايا الاول هكذا ياك هكذا، وعاد كنطبعوها ياك كنديروها في الكوك وكنطبعوها. شفتوا معايا بحال هكذا. نديروها في البيض البيضاء ولا هكذا. بغيتو ديروها في البيض البيضاء ما احسن، فهمتي؟ البيض البيضاء حتى انا كنديرو في البيض البيضاء باش كيلصق داك الكوك. ها نتوما البنات كنديروها في البيض ديال البيضه اولا، من بعد في الكوك ياكم كنحطوها في الطاوه على هذا الشكل هذا، وكنضغطوا عليها سميتو، كنضغطوا عليها بهذا المرشم هذا ديال البطاطا. ها نتوما كيفاش كتجي، شفتوها كتجي روعه. وهكذا كنبقاو غاديين بالبيض وبهذا بسميتو على الطريقه هذه. عاوتاني كنجيو هنايا عاود في البيض ديال البيضه في الكوك هكذا. عاوتاني كنحطو في الصينيه، وثاني كنضغطو بهذا الرشم هذا، مضغطوش بزاف باش هكذا سميتو. ها نتوما كيفاش كتجي هكذا. حنا غاديين شفتوا كتكون صغيره كتولي كبيره تبارك الله. عاوتاني في البيض ديال البيضه، وثاني نديروها في الكوك، عاوتاني نحطوها في الصينيه. ثاني مره نديرو هذا المرشم في الدقيق باش ما يلصقناش في سميتو في الحلوى هكذا. شفتوا ساهله ما فيها حتى شي تعب ولا شي حاجه. هكذا كنبقاو غاديين بهذه الطريقه هذه ان شاء الله تعالى. يعني ملي طيب غادي نوريها لكم كيفاش جات ان شاء الله. وها الطاوه ديالنا كما كتشوفوا معايا. دابا غادي ندخلها الفران ان شاء الله تعالى، او ملي نخرجها نشوفكم نوريكم الشكل النهائي ديالها كيفاش جات. ها نتوما البنات دخلتها الفران كيف ما كتشوفوا معايا. لا جاو لي جوج طاوات تبارك الله.
هانتوما البنات الحلوه ديالنا بعد ما وجدات على البلاطو ديال الحلوى مع الكاس ديال القهوه. راه قربات المغرب كما شفت معايا، بغيت نصور معكم مع ديال القهوه، قلت نصور معكم كيف ما كتشوفوا معايا. ورمضانكم مبارك سعيد وعيدكم مبارك سعيد مسبقا. ها انتم الصبري كيفاش كيجي البنات، كيجي روعه، كيجي بالشوكولا والبيضه حتى هو. بغيتو تضيفوا عليه سميتو السكر كلاصي ضيفوا، ما بغيتوش خليوه هكا كيجي زوين. بغيتو ديروا راه جات 86 حبه اللي جات لي بديك القياس اللي عطيتكم. الصراحه يعني كيعطي القياس، يعني كتعطي واحد الكميه تبارك الله وفيره الحمد لله. بغيتو تدوروا المقادير دوروا المقادير. بغيتو ديروا هذيك الصبلي اللي رقيق على هذا كيخرج كتر، كيخرج 130 حبه حتى هو. الصراحه اقتصاديه ومزيونه، والمذاق ما نقولكمش البنات. هذيك الفاني الصراحه وديك المعلقه ديال الكونفيتور ديال سميتو ديال الفريز عطاه واحد المذاق ما نقولكمش. ريحته تبارك الله ملي كطيب مع ديك الزبده وهذا راه عرفتي خرج على برا والله العظيم كتشهي مع ديك الكوك وهذا. بغيتو ديروها بلا كوك ديروها بلا كوك، كاين بزاف شكيلات تبارك الله بنفس العجينه. يمكن لك دير بزاف ديال الشكيلات بعدك كما قلت لكم، يعني الرشيمات، يعني اللعيبات اللي كاينين بزاف يمكن لكم تصاوبوا فيها. هادشي اللي كاين. وكنتمنى البنات تكون عجبتكم هاد البلاطو الحلوى ديال اليوم. ايوا ان شاء الله الا درت شي حلوه اخرى غادي نشاركها معكم، كل حاجه كنشاركها معكم. فشكرا لكم وتحياتي للجميع. ما تنساونيش من لي لايك البنات وتفعيل الجرس. وسمحوا لي انا ما وريتكمش الطريقه كيفاش كنخلط الحلوى، ولكن انا عطيتكم المقادير مضبوطه البنات، مضبوطه قسما بالله الا مضبوطه. كتجي غزاله وبصراحه فنه والله. الا شوفوا معايا كيفاش كتجي غزاله، هشيشه من داخل ومقرمشه من سميتو من برا فنه، حيت فيها غير الزبده. هاد الزبده بوحدها كتجي زوينه، وكل واحد على قد جهده. هادشي اللي كاين. وشكرا تحياتي للجميع. هذا مكان ما تنساونيش من لايك وتفعيل الجرس. ديروا اللايك البنات الله يجزيكم بخير باش الفيديوهات كتنتشر ويشوفوها ناس اخرين ويستافدوا منها ناس اخرين. هذا هو المطلوب، ماشي دابا كديروا اللايك زعما باش نربحوا. راه حنا ما ربحنا والو، حنا غاديين دابا المهم غاديين مع الحباب، كسبنا الاصدقاء والصديقات. هذا مكان وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. هادشي اللي كان. واللي مازال مشترك يعني جات في يدو لاشين ديالي القناه ديالي يشترك، ما فيها باش اشتركوا. واخا يكون عندكم مليون مشترك اشتركوا في قناتي، علاش لا؟ قناه ديزين امريه كترحب بالجميع. والله يتقبل صيامكم وتحياتي لكم كاملين البنات. وكنتمنى تجربوا هذه الحليوه وتقولوا لي الراي ديالكم. وتحياتي الشيف كنظن هشام، ما عقلتش على اسمه، اسمحوا لي بزاف. حتى هو تبارك الله عنده نفس المقادير اللي عندي انا، حتى انا هزيت منه المقادير ما نكذبش على الله. لكن انا ديجا كان عندي المقادير، ولكن انا كنت كندير معاها الزيت، لكن بالزبده الصراحه تيقوني كتجي غزاله. الله يعطيه الصحه حتى هو على المقادير.